كل مدرسين ناشونال سيستم ركز قوي، لان انا هعلي مستوى الطالب اللي عندك بشكل كبير جدا. لو انت بتدرس مرحله اولى اعدادي او ثانيه او ثالثه او اولى ثانوي او ثانيه ثانوي، ممكن يكون عندك الاعداد كبيره او الاعداد صغيره، انا هكون سبورت ليك وهكون مساعد ليك بشكل شخصي. حضرتك لما الاعداد بتكبر عندك بتبقى عندك مشكله كبيره في ازاي ان حضرتك مش عارف تتابع كل طالب عندك، ولا عارف تقييمه عامل ازاي، ولا هل هو مستواه بيزيد معاك ولا مستواه بيقل، بيحل الهوم ورك ولا ما بيحلوش، بيحله صح ولا بيحله غلط، طب يا ترى هو مستفيد منك ولا لا. كل الكلام دوت انا عارفك انك كمدرس بتبقى شغلك قوي، انك كمان ممكن بتحتاج لاسيستنت واحد واثنين وثلاثه واربعه عشان يشرح للطالب لو انت عندك الاعداد كبيره، فعشان يشرح له كل مساله بتقف ازاي او انت غلطت فيها ازاي. فطبعا ده بياخد فلوس وبياخد مجهود بشكل كبير جدا. احنا في ماث هاوس بنقدم لك الخدمه دي كومبليتلي فور فري. اي مدرس معاك من اولى اعدادي لغايه ثانيه ثانوي، انا هديك الويب سايت بتاعنا وهديك داشبورد لحضرتك تقدر تقدم من خلالها الدرس بتاعك اللي انت عايزه، وفي نفس الوقت هديك زي ما بيقولوا كده ايه اوتو كوركشن للاكزام. يعني انا قصتنا دلوقتي اللي احنا شغالين فيها في المرحله الاولانيه الاول 50 مدرس، احنا هنديك الاوتو كوركشن بتاع كل المسائل اللي جت في الامتحانات قبل كده والمسائل اللي جت في كتاب الوزاره على كل درس معين. حضرتك التجربه دي هتبقى رائعه جدا، لانك انت اوريدي بتدي واجب للطالب بتاعك وبتدي واجب لكل الناس اللي معاك، وبالتالي هيبقى عندك مشكله في الكوركشن بتاعك. فهتاخد الكوركشن منين؟ هتاخده من عندنا. حضرتك بتاخد ده كومبليتلي فور فري. لو انت عندك طالب اولى اعدادي بديك الداشبورد بتاع الطالب اولى اعدادي، بديك الهوم ورك وبديك الكويز بتاعه، ولو طالب غلط في حاجه فاوريدي بيبقى عندنا حاجه اسمها اوتو كوركشن يقول له انت غلطان في كذا، وفي نفس الوقت يطلع لك فيديو ريكورد يفهم الطالب انت غلطت في ايه. دي هتبقى حاجه مميزه جدا لحضرتك كمدرس، اعتقد هتنقل نقله كبيره جدا من الاطار اللي انت حضرتك بتشتغل بيه بالطريقه زي ما بيقولوا كده المانيوال لطريقه اوتو كوركشن، وده هيبقى شيء كويس جدا ومعمول لكل مدرسين الماث لاول 50 واحد كومبليتلي فور فري. لو انت عايز مزيد من التفاصيل وعايز تفهم الداشبورد بتاعت ماث هاوس شغاله ازاي، ابعت لي على الواتساب وانا ان شاء الله دايركتلي هرد معاك، وانا اللي هرد بنفسي، مش هكون حد من المساعدين، لان احنا طبعا تيتشرز زي بعض، فاحنا هنفهم الكلام بشكل كبير جدا وافهمك الداشبورد بتاعتنا ماشيه ازاي. اشوفك دايما على خير. معاك امير حميد.